ولعل البعض يعرفه. هو أن هذا العبد هذا لما جيت للدار البيضاء، أنا كنت في الدار البيضاء أصلا، وقريت في المعهد وقريت وخرجت للسعودية وخرجت ودخلت إلى آخره، ومشيت لمدينة سطات ودوزت واحد الفترة، والوالدين هنا. رجعت للدار البيضاء، صليت العام الأول بالناس تراوح، بداو الناس تيهضروا عليا بزاف الحديدي الحديدي الحديدي. في هذاك السنة بالضبط تصابت بمرض في الحنجرة. هذاك المرض حتم علي لا بد أن أقوم بعملية جراحية في الحنجرة. الطبيب اللي غيدير لي العملية كيصلي معايا ودارها لي فابور، الله يجازيه بخير، وكان حريص كل الحرص على تلك العملية. ولكن الذي وقع هو ما لا يرتضيه الطبيب، هو أن حبال الصوتية قد ضربت وذهب الصوت بالمرة. أصبحت كنقول هذه نعمة أنعم الله بها علي وأخذها، فلله ما أخذ وله ما أعطى. صافي. بغي أنت يعني هنا الرسالة الله يجعل البركة. صافي. بعض الناس ولاو يعني أطباء، ما بغيش نذكر الأسماء ديالهم، والسي سعيد مسلم تعرف فيهم واحد المجموعة ماشي أطباء، يعني هادو بروفيسورات كبار ديال الطب والتخصص ديال الحنجرة والحلق في هذه المدينة، أجزموا كل يعني اتفقوا بأن معمر الحديدي غيهضر، معمرو غيهضر ماشي يقرا، لا معمرو غيهضر. وداروا واحد البادره الله يجازيهم بخير، وقالوا غادي يمشي لفرنسا وغيدير واحد الحيمه صغيره باش يقرب دوك الاعصاب شويه باش يبدا يبحبح، لان صوتي كان عباره عن صوت برد، يعني برد، ما فيش النبرات اطلاقا. صافي. هنا انتهى الدور. اش بقى باب واحد، باب الله عز وجل، باب الكريم، باب تعاملك مع القرآن، باب لجوءك إلى من أنزل هذا القرآن. سدت الأبواب إلا باب الكريم. اش وليت كندير؟ الوالده مسكينه، العائله كلها تعقدت وكلهم تعيشوا معايا ذاك الحدث، ولكن الوالده جات سكنت معايا وجلست وكتبات هي في واحد البيت كدير براسها ناعسه وهي ما ناعساش، وانا كنبات في واحد البيت، كنقوم الليل بوالو، كنوقف وننزل وصافي ايات كنقراها في خاطري. واحد النهار كان وصل لواحد الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفاءين، القرآن والعسل. قلت سبحان الله، هذه واحد تريتمو يعني انا كنت غافل عليها، كيفاش القرآن والعسل؟ حديث صحيح. اش درت؟ كيقولوا المريض هبيل، والمريض هبيل. وليت عندي العسل، خديت العسل وليت كنتخبى وكناخذ شي عاشق ديال العسل وكنبقى نقرا شي آية، وخاصة دوك الآيات اللي فيهم عظمة إحياء الأجسام، بحال قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وبحال مثلا قوله بلى قادرين على أن نسوي فبديت كندير هذا الشيء وما كنقول حتى واحد النهار أو واحد الليلة في الليل، في جو في الليل، يلا وقفت بغيت نكبر، كانت تكبيرة كتخرج الله أكبر، والله الذي لا إله غيره، حتى خرجت الله أكبر. الوالدة خرجت كتبكي وكتقول دواء دواء دواء، تكلم. جات عندي البيت لقات الدموع، قالت ماذا فعلت؟ قلت ما فعلت شيئا، والله ما فعلت شيئا. قالت ايش من دواء درتي؟ قلت لها ما درت حاجه، الله هو الذي انطق هذه الحنجره التي اراد الطب ان يسكتها، فنطقها الله عز وجل. ومن ذلك الوقت الى الان والله ما ذهبت الى طبيب لاطل على هذه الحنجره الى الان، ولن اذهب اليه. سبحان الله. اسمحوا لي طولت عليكم، هذه غير واحد الرسالة أن هذا القرآن المصاحبة دياله واليقين فيه، والله احنا راه غافلين بالله، راه الدواء ديالنا والشفاء ديال الأجسام وديال الأمراض وديال الأرواح وديال الاضطرابات اللي تنعيشها كلها في هذا القرآن الكريم. والله ما صاحبتم هذا القرآن الكريم حتى تتخلوا على جميع الأشياء التي يعني تعكر
صفو حياتكم. فأسأل الله